السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. ازيكم حبيب قلبي؟ عاملين ايه؟ يا رب كلكم تكونوا في اتم صحة وفي احسن حال. بسلم على كل متابعيني جوه مصر وبره مصر. ادعوا كده دعوة حلوة من قلبكم لفلسطين معايا. اللهم انصر فلسطين وانصر السودان واجعل لهم من كل ضيق مخرجا، اللهم امين يا رب العالمين. النهارده هتعمل لنا ايه يا شير؟ النهارده فيديو حلو قوي، حط لي لايك من اولها كده. وليه يا شير الاضاءة بتاعت المطبخ عندك ليه عامله كده زي ما كوبة ايد وتطفي؟ يا جماعه اللمبه والله هي اللمبه بتاعه المطبخ هي اللي بتضرب في اللمبه بتاعه التليفون اللي هو الكاميرا بتاعه التليفون، فالاتنين مع بعض بيعملوا كده. والله العظيم انا مش لاقي حل، مش عارفه اعمل ايه. وبعدين انا لو جبت التليفون من اليمه التانية اللي هناك دي اللي انا عند التلاجة مش هتجيب برضو، يعني ايه، مش خليكم تشوفوا الزاويه كويسه زي ما هي موجوده هنا. المهم هتعملين ايه يا شيرين؟ النهارده عايزه اقول لكم على حاجه يا جماعه. انا كنت رايحه اجيب سمك بولتي، بس انا قلت لكم ان انا رحت يعني يومها السوق، كنت رايحه العشاء. فالراجل بيقول لي هو في حد بيجي ياخد سمك بولتي العشاء يا ام احمد؟ قلت له بس هعمل ايه، بس والله كان في شويه شغل، كنت يعني بننضف الشقه وكده بنكنسها، يعني عشان هي خلاص يا جماعة في التشطيب دلوقتي. ادعوا لنا يا رب يكون قدمها قدم السعادة علينا يا رب، احنا وكل الناس يا رب. اعطي كل الناس حتى ترضيها يا رب، اللهم امين. واعطينا معاهم، وسع علينا واجعل لنا من كل ضيق مخرج يا رب، اللهم امين. المهم قلت له بقى هو ده اللي كان السبب يعني اللي اخرني ان انا اجي اخد السمك في الوقت ده. فقال لي والله ده خلصان يا ام احمد. طب انا اعمل ايه؟ مفيش اي حاجه هينفع اعملها واحنا خلاص بقينا يعني العشاء بتأذن. طب انا هلحق دلوقتي اتصرف؟ طب لو هسوي لحمه هتقعد ساعتين، انا عايزه بسرعه يعني ساعه يكون الاكل جاهز. المهم قمت قايله له ايه البوري ده بكام؟ اما قايل لي بكذا. قلت له طب خلاص ايه اعمل لي 6؟ قال لي 6 سمكات. قلت له طبعا انتوا عارفين ان احنا 5 وبابا السادس بتاعنا، يبقى كده 6. عمل لي ال6 طلعوا كيلو ونص، عمل لي 6 بوريات طلعوا كيلو ونص. قلت له تمام كده. وكان في سمكة جميلة هناك كده اسمها مبروكة، لونها ذهبي كده، كنت انا صورت لكم قبل كده واحنا كنا مسافرين رايحين على بلطيم. اهي يا جماعة شايفين هي دي. شيرين انت حطها كده لان انا لسه هغسلها واحطها في الطبق ده اللي قدامكم ده يا جماعة وكده. المهم دي السمكة بقى جبتها، السمكة طلعت كيلو 200، وزنها طلع كيلو 200. سمكة واحدة يا شيرين، سمكة واحدة بس هي بتتقطع شرايح كده، وبعدين بقى بتعصري عليها ليمون وملح وكده وتسيبها تتبل شوية. وبعد كده بتعملها بقى الدقة بتاعتها اللي هي بتوم وبعدين تحمريها، تعملها في الدقيق وبعدين تحمري. لكن البوري زي ما انتم شايفيني كده انا حطيته في الردة اللي قدامكم في الكيس ده، في الردة اللي في الكيس ده، وحطيته قدامكم كده. وبقيت احطه في الصاجة لما كانت الصاجة سخنة قوي، وقمت نازلة عليها بالسمك البوري. طبعا وانا هنا بقى السمك على النار طبعا مش هقعد اتفرج عليه، كان لازم اجيب شوية رز كده واغسلهم واحطهم جنبي على ما احمر البصلة والدنيا تبقى تمام كده، وبعدين انزل بالرز. هتشوفوا دلوقتي انا بحمر البصل ازاي. او بصوا طبعا دلوقتي انا بوريكم اهوت السمك، بصوا مقطعه ازاي ما شاء الله، يعني تقطعاته حلو. على فكره السمكه الواحده دي على فكره اكلتنا تاني يوم، بس انا احمد ابني ما يعني مالوش في النوع ده. فالسمكه الواحده اكلتنا انا وبابا وابو احمد وحبيبه ونور، صح يا نوره؟ كان طعمها حلو، كان طعمها حلو بتقول لك. فالمهم يعني الحمد لله، يعني ربنا يديم علينا نعمه يا رب ويحفظها من الزوال. طبعا يا جماعه انتوا عارفين ان بابا بيعمل الشقه عندي وكده. حتى لو انت عايزه اقول لكم على حاجه، اللي بيبقى عنده ضيف قسما بالله يا جماعه بيبقى لو هو حتى هيقضي يومه مثلا على قده مثلا بالموجود في البيت، اما بيبقى عندك ضيف في البيت ما بتبقيش عارفه لازما تكرمي الضيف اللي عندك حتى لو هتيجي على نفسك. طبعا هو كتر خيره كتر خيره يعني عامل لي الشغل يا جماعه والله العظيم فوق الخيال بامانه. يعني انا مش مصدقه ان هي دي الشقه لحد الان والساعه، يعني انا مش مصدقه. ابو احمد كان مصور فيها النهارده وبيصور بابا وهو بيركب الوشاش الخشب للبيبان بتاعه الاوض. والله 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 يا جماعه انا يعني مذهوله مش مصدقه. يعني انا حتى كنت اقول البيبان لما هتندهن هتبقى جميله ومعرفش ايه، وبدل شكلها الوحش ده هتتغير. لقيت قلت طب ما انا صرفت كتير قوي، يعني جت بقى على الوشاش دي ان انا اخلي الباب اصلا يتقل، بيبقى هو كانه باب مودرن من بتاع دلوقتي، من اللي مثلا الناس بتشتريه دلوقتي وكده. قلت خلاص والله هجيب لهم الوشاش ويبقى من ضمن المصاريف اللي انا صرفتها.
وخلاص. وقلت ما جاتش، هو كل حاجه اقول ما جاتش على دي، كل حاجه اقول ما جاتش على دي، لما عماله توسع يعني من ايديا بجد. بس الحمد لله، نعمل ايه؟ ادينا برضو بنقول يمكن ربنا يعطينا خيرها ويبعد عننا شرها. واحنا والله يا جماعه متفائلين بالخير. وانا لو باجي على نفسي او بعمل حاجه عشان بس الحق اسكنها، لان احنا عندنا بنبدا دروس اي اعدادي ثانويه ابتدائي بيبداوا من 1/8. فانتوا لو تلاحظوا ان احنا دلوقتي داخلين على 20/7، يعني كل ما في الامر ان انا قدامي 10 ايام المفروض ان هي تسكن، عشان ربنا يرضيني منها باذن الله. واحاول انا يعني اللي يجي منها اكمل عليه لدروس ولادي وكده. طبعا كل الناس عارفه الوضع في مصر ماشي ازاي، والدنيا في مصر عامله ازاي. ربنا يعيننا على اللي احنا فيه، ويرفع الغلا والوبا والبلا، وربنا يرفع مقته وغضب عننا. عشان اصلا اللي احنا فيه ده لو بصينا للاساس هنلاقي ان هو غضب ربنا علينا. هنا طبعا انا كنت عملت البصله كده، خليتها ايه يعني، هي بصوا مش محروقه، لا هي مش محروقه، هي لونها يعني حلو تمام زي ما انتوا شايفين كده. حتى انتوا لو كانت محروقه كانت هتبان، وكانت هتبان في الميه. طبعا زي ما انتوا شايفين كده الجيش بيقول لك اتصرف، وكنت بعمل بالغطا بتاع الحله كده بملى ميه علشان يعني انا مستعجله وكده. هنا يا جماعه ايه ده يا شيرين؟ السمك طلع نار من كتر يا جماعه الدهن اللي فيه. اللهم صل على النبي. السمكه لما بتبقى فيها دهنه، سمكه سمينه، احنا بنقول عليها كده في كفر الشيخ، كفراويه هم اللي يقولوا عليها كده سمكه سمينه. السمكه السمينه ديت يعني سمكه كلها ما شاء الله واكله، وكلها دهن، وكلها حاجات حلوه يعني. المهم قمت انا ايه قلبتهم كده، قلت بقى ايه اما اجي اعمل الايه التمليحه. التمليحه بتعملها قشري توم بقشره، وقرنين فلفل اخضر، وكمون، وشطه حمراء اللي هي الناشفه. طب ما انت حاطه اخضر، لا وحط حمراء كمان. وليمونه بقسمها 2 وبحطها بقشرها، وبحط كمان عود خضره معاها، عشان كل ده الخضره بتضيع زفاره السمك، وبتدي لون حلو كده مع التمليحه على السمكه. وفي نفس الوقت طعمها يعني تحس ان السمكه بتاخد من طعم الخضره. والليمون طبعا، وزي ما انتوا شايفين كده، والملح والكمون والشطه والثوم بقشره، لازما بقشره، لازم بقشره. ليه بقى؟ التومه لما بتبقى بقشرها وبتبقى على السمكيه من فوق كده، السمكة بتشم وتشرب من ريحة التوم ومن شكل التوم. طبعا ممكن يكون في ناس تانية بتعمله من غير قشر، بس احنا كفر الشيخ كلها مشهورة، محافظة كفر الشيخ، انها تعمل التوم بقشره للسمك المشوي. اما السمك المقلي لا، طبعا لازم السمكة تكون شايله القشر، وتكوني دقه التومه كويس وكده. المهم طبعا انا هنا كنت اديت لها ضربه. ايه ده يا شيرين بتعملي التمليحه في الخلاط؟ اسرع يا جماعه، انا لسه بقعد ادق بقى في الهون واقعد اعمل، وانا اصلا ايدي والله العظيم مستكفيه فيها اللي مكفيه. طبعا انا هنا كنت شفت الميه هي خدت لون البصل ولونها ابتدى يغمق اهوت. قلت بقى كده حلو قوي، داخله على الغليان اهو. اما انزل بقى بالايه بالرز زي ما انتم شايفين كده. حطيت قشره، حطيت ملح، وحطيت نص معلقه كمون، ملح ونص معلقه كمون زي ما انتم شايفين كده. بصوا اهو الرز طبعا اللي انا كنت غسلاه نزلت بيه كده زي ما انتم شايفين. حطوا لي لايك اللي وصل معايا لحد هنا الرز يا جماعه، يحط لي احلى لايك. على فكره يا جماعه لما بصور معاكم او لما بسجل معاكم صوت، انا بكون اصلا يعني ناسيه مثلا ان انا كيوتيوبر مثلا يعني بعرض مثلا محتوى او كده، بتكلم معاكم زي ما اكون بتكلم مع صديقتي في تليفون، بتكلم مع صاحبه ليا في تليفون، زي ما بتكلم مع بسمه كده. يعني واحد بيبقى ناسي اصلا ان هو يعني بيصور او بيسجل صوت او كده. ربنا يعني يدي الواحد على قد نيته، ان انا ما بيبقاش في دماغي كده اساسا. بس الحمد لله يعني الحمد لله يا رب اكون بس عند حسن ظنكم. وانا دخلت لي متابعه قالت لي يا شيرين والله انا حباكي في الروتين اكتر ما كنت في النقد، بس انا ما اعرفش ليه انا مش متشافه في الروتينات ولا متشافه في الطبخات. بس يا جماعه انا بقول لكل الناس اقفوا معايا وحطوا لي لايك، وقفوا معايا بدعمكم ليا، ان انتوا تتفرجوا على كل فيديوهات، تتفرجوا لي على اعلان حتى ان شاء الله، عشان حتى اعدي المرحله الصعبه اللي انا طبعا لو انا طلعت على اليوتيوب ان كنت طالعه شغل، مش طالعه علشان يعني ترفيه، لا مش ترفيه، ابقى كدابه لو قلت لكم ترفيه. انا طالعه على اليوتيوب عشان اشتغل، ان انا اساعد وكده مع زوجي في البيت وكده، ومصاريف ولادنا وكده. وطبعا انا محتاجه كل وقفتكم معايا في اللي جاي، علشان ان شاء الله هيبقى عندي ثانويه عامه، وهيبقى عندي 3 ابتدائي، وهيبقى عندي 2 ثانوي. فربنا يعيننا على اللي جاي يا رب، اللهم امين. ويجعل لنا من كل ضيق مخرج يا رب، اللهم امين. ويرزقنا من حيث لا نحتسب جميعا، ويوسع ارزاقنا يا رب. اهم حاجه ربنا يرفع مقته وغضبه عننا. نعم يا نور.
وانا لما ادخل المدرسة في سنة تالتة ابتدائي. شفتي بقى، شفتي الدنيا ما بتبقاش على حل. والله يا جماعة سبحان الله، الدنيا كل يوم بحال. بصوا زي ما انتم شايفين، بصوا مش زي ما قلت لكم بتخلي لون التمليحة جميل وكل حاجة بتبقى حلو. احنا من النوع اللي بحب اي رد اي حاجة كده احب ان انا انضفها زي ما انتم شايفين، ما اسيبش اي حاجة على الرخام. هنا بقى كانت حبيبه بتلبس وجت تقول لي هنا ماما انا نازله اجيب كارت الشحن. قلت لها خلاص بس ما تغيبيش 10 دقايق وتيجي. بص يا حبيبه اهي. قالت طب عايزاني اعمل ايه؟ قلت لها اقلبي بس السمك، لان كنت بشغل الغساله جنبي. قلت لها اقلبي السمك علشان لا يتحرق وكده، وروحي وتعالي بسرعه. اتاريها كانت نازله عشان تجيب لي التورتيه يا جماعه، هي ونور. صح يا نونو؟ حلوه التورتيه. انا قلت لماما انا هنزل معايا ماما اجيب كارت. هي قالت هي هتنزل مع حبيبه هجيب كيس شيبسي. هجيب انا كيس شيبسي وحبيبه هتجيب كارت. قلت لها 10 دقايق وتيجوا ما تتاخروش. لقيت ابو احمد بيصور وبينده عليا. خدوا بالكم يا جماعه ان السخونيه بتبقى مخليه الواحده مش قادره تقف على البوتاجاز قوي. يعني ابو احمد بينده لي، انا ببص على السمك بس انا واقفه بعيد عنه، فهو بينده لي، هو بيقول شيري. انا بحسبه يعني استهنا ساعات لما يعني يحب يهزر ولا كده، ابقى بعمل حاجه يقول لي شيري تعالي بسرعه، بعدين ما لاقيش في حاجه يعني. المهم يعني فكرت ان هو بينده ان هو بس يعني بيقول لي كده وخلاص. فنده مره، فقلت مش مشكله التانية اتري اعمل لي المفاجاه دي يا جماعه بتاعت التورتايه. كانت اجمل مفاجاه طبعا، والتورتيه كان طعمها جميل قوي. وعايزه اقول لكم الحاجه مش بكترها. والست اللي قالت لي انت طالعه يعني كومنت اللي قالت لي انت طالعه عامله لي التورتايه وجايبه لي حاجه ساقعه تعبيها في الكاسات علشان تصعب على الناس تدعمك. لا حبيبه قلبي، كان في قرطاس في النيش وانا ما جبتهوش. المهم يعني يا جماعه الناس يعني هي بتقول كده. انا على فكره يا جماعه انا مش بكونش مستنيه حاجه من حد، وانا لو ما كانش ابو احمد جاب تورتيه اصلا انا لا كنت هطلع ولا كنت هطلع لايف ولا كنت هحتفل مع حد ولا كنت اعمل فيديو ولا اي حاجه. وبعدين يعني ما انا سنين كتير عدت من حياتي لا عملت تورتايه ولا احتفلت بعيد ميلادي. يعني هي جت خلاص على السنه دي، بس يعني المفروض اللي يتكلم مع حد يتكلم يعني يعني يكون عنده حتى محاسن الكلام. يكون حتى يعني شوف اللي قدامها يتوجع بالكلام ده ولا لا. اكيد انا لو انت مكانها كده عمري ما هوجعك بكلمه زي ديت او اقول لك كلمه زي دي، بس انا مش هقول لك غير انا مفوضه امري لله. فالحمد لله هي حاجه ساقعه على الحاجه الساقعه كان ان احنا بنحطها في الكوبايات. يعني انت حتى مش جايبه كنز مثلا كبير او كنز كبير. ايه الفرق ما بين ده وده؟ مش فرق، ما فيش فرق والله يا جماعه. لو كان ابو احمد اصلا كمان جاب او قال لاحمد يا احمد انزل جيب لنا كنز كنت احس ان في حاجه، بس هو قال له انزل جيب لنا حاجه ساقعه. فاحنا اصلا متعودين طول الصيف ده احنا شربنا كميه حاجه ساقعه لم تتخيلوا من كميه الحر اللي احنا فيه. بس الحمد لله اللي حطوا لنا لايك واشتركوا في القناه وفعلوا زر الجرس. واتمنى يا رب الفيديو يعجبكم ويكون عند حسن ظنكم. دمتم في رعايه الله. مع السلامه.